في فرق كبير جدا ما بين الاحتفال والفرحة. تعالى كده اقول لك ايه الفرق ما بينهم، عشان في كلام بيتردد على لساننا احنا وتأويل في حق جمهور الزمالك ان جمهور الزمالك بيحتفل ان هو هيشارك في بطولة افريقيا. حبيب قلبي، في فرق كبير جدا ما بين ان انا فرحان ان انا هشارك، في فرق كبير ما بين ان انا احتفل ان انا شارك. احتفل دي لو حاجة بالنسبة للكيان اللي انا بشجعه هي حاجة مستحيلة، لكن ده الوضع الطبيعي لنادي الزمالك ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا. في تعثرات كتير السنين اللي فاتت، انا معاك. لعبت كونفدراليه كتير، انا معاك. اسمي ارتبط بالكونفدراليه كتير، انا معاك. ولكن العوده للمكانه الطبيعيه تفرحني، ولكن ما احتفلش بيها لان هي مش بطوله. انت بقى تصبيرا للنفس، وانا عارف قلبي عندكم وحاسس بيكم والله العظيم، تصبيرا للنفس بتحاول تفتعل اي هق ومق على جمهور الزمالك بخيبتك التقيله ان الزمالك بيشارك في افريقيا. فجمهوره بص، انت مجرد ما ان انتوا هتشاركوا بس في البطوله انتوا بتحتفلوا وفرحانين ومصهللين. خالص التعازي والله مني ليكوا للي حصل فيكوا السنه اللي فاتت واللي هيحصل فيكوا السنه الجايه، حقكوا عليا والله العظيم. ولكن جمهور الزمالك مر بحاجات، او نادي الزمالك بقى بالذات مر بحاجات انت عمرها ما مرت عليك ولا هتمر عليك، عشان تدوق فرحه ان انت وسط كل اللي انت فيه ده قادر ان انت تاخد الدوري السنه اللي فاتت، وقادر ان انت تشارك في افريقيا رغم ان كان عليك 20 ايقاف قيد، غير ايقاف القيد التاديبي ان انت ما تقدرش تجيب صفقات حتى لو حليت القضايا اللي عليك. فالفرحه طبيعيه جدا جدا، واحنا فرحانين جدا ان المشاكل دي كلها اتحلت، فرحانين ان احنا هنلعب في دوري الابطال. خليك بقى في الكونفدراليه، وخليك في البط اللي بيعط، وملكش دعوه بقى بدوري الابطال السنه دي، وريح بقى شويه.